هي الابراج اللي حظها قليل في الحب او حظها وحش، ما فيش علاقه بتكمل لها، وهقول لكم ليه. اولا البرج البومه الفقري اللي معظم علاقاته بتبوظ، وهقول لكم ليه. برج السرطان. ايوه، برج السرطان. برج السرطان حظه وحش جدا في الحب، دايما بيتشد للناس التوكسيك، للناس الغلط، يعني انت الشخص الغلط فتعال انا احبك. ايه السبب؟ لان برج السرطان من الابراج اللي دايما مشاعرها بتمشيها مش عقلها، يعني عقلها يفضل يتكلم ويقول لها يا بنتي بلاش، يا بنتي بلاش، او يا ابني بلاش، وهي ما فيش رايحه بقلبها، يعني رايحه تاخد الشخص الغلط بالاحضان. فدي مشكلة برج السرطان، هو عنده مأساة، يعني ممكن يكون عارف ان ده الشخص الغلط بس بيروح له، بينجذب له، بيحس يمكن ان هو علاقات مستحيلة، العلاقات المعقدة دي بتشده، مش عارفين ليه. فده سبب من الاسباب اللي بيخلي حظه وحش في الحب، علاقاته بتبوظ لانها اساسا من الاول بايظة، بس هو كان بيعافر. البرج اللي بعد كده برضو عنده نفس المشكلة، ان هو بينجذب للشخص الغلط، فعلاقاته بتبقى بايظة. هو برج الحوت، مع الاختلاف ان برج الحوت مش بس بيبقى شايف ان الشخص غلط وبينجذب له، لا هو كمان بيبقى متوقع انه هيعرف يغيره. يعني عارفين المقولة اللي بتقول I can fix him او I can fix her، المهم انه انا هصلح. يعني هو بيبقى طموح يا عيني، عنده امل ومتخيل ان هو هيقدر يعمل المستحيل، هيقدر يغير الشخص ده حتى لو كان وحش، بيفضل يطلع له مبررات. لا ما هو اكيد بيعمل الحاجة الفلانية، يعني مثلا لو راجل وبيعرف ستات كتير، لا ما هو اكيد ما لقاش الحب، فانا هديله الحب. ما لقاش الاحتواء، ما لقاش الحنان، لا ما هو اصل اكيد كان عنده عقده وهو صغير، فنقعد بقى ندور ونكتشفها. والعكس الرجاله كذلك. فبرج الحوت عنده مأساة في ان هو بيطلع دايما اعذار، يعني بيحط نفسه مكان الشخص ويفضل يطلع له اعذار ومبررات ويحاول يعالجها، وفي معظم الاحيان بيفشل، لانه مفيش حد بيتغير بسهوله كده، خصوصا لما يكون انت مضحي قوي، يعني تضحيه 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 طول الوقت، فالعلاقات بتفشل. فزي ما قلنا مش بس بينجذب للشخصيات الغلط، لا هو كمان بيحاول يصلحها، ما عنده امل ان هو يصلحها، يعني انا بقى هعمل اللي ما اتعملش. البرج اللي بعد كده واللي معظم علاقاته بتبوظ او حظه قليل، حظه وحش في الحب، هو برج العذراء. برج العذراء عكس بقى برج السرطان وبرج الحوت. برج السرطان والحوت الاتنين مائيين وعاطفيين، ومشاعرهم هي اللي بتمشيهم، عشان كده ممكن يبقوا شايفين الغلط ويكملوا في العلاقة، يعني انا شايف ان العلاقة دي غلط او الشخص ده مش مناسب ليا او كده، بس انا مكمل. العذراء بقى العكس تماما. العذراء من كتر ما بيفكر بقلبه، يعني لو هو داخل علاقة وشايف ان العلاقة دي في احتمالية فشل، انا وهو في بينا مشكله، في بينا اختلاف، انا شخصيه وهو شخصيه، او ايا كان النظره اللي هو بيشوفها، يعني من حسب المنظور، كل شخص ومنظوره للعلاقه، او الطريقه اللي بيشوف بيها الاختلاف اللي بين الاتنين. هو دايما بيكون عنده هضحي ومش هكمل، احسن ما اكمل واعيط في الاخر، يعني خساره قريبه ولا مكسب بعيد. فبيشوف ان هو عقله هو اللي بيمشيه قوي. عقله لما بيقول له العلاقه دي فاشله، العلاقه دي ما تنفعكش، لا بيقوم ساحب نفسه وماشي. فحظه مش حلو قوي في العلاقات، مش دايما المشاعر والعقل بيمشوا بارالل، يعني جنب بعض، او متوازيين يعني جنب بعض. فده بالنسبه لبرج السرطان. برج العذراء، سوري، برج العذراء هو من الشخصيات اللي عقله بيسيطر على قلبه وعلى مشاعره، عقله هو اللي بيمشيه اكتر، لازم العلاقه تبقى بيرفكت، تبقى مثاليه، اخطائها وعيوبها قليله، يبقى حاطط نسبه نجاح مثلا 90%، مش اللي هو داخلها كده زي العذراء سوري السرطان والحوت. الابراج اللي بعد كده اللي ممكن علاقاتها تكون او حظهم وحش في الحب مع انهم بيحبوا قوي، برج الاسد. برج الاسد لان القريبين منه قوي هم بس اللي بيفهموه. في البداية، في بدايات أي علاقة ممكن شخص يكون معجب بيه أو منبهر بيه زي ما بيقولوا، ويحاول يقرب له وكده، لكن بيخاف.
شخصية برج الأسد شخصية قوية يتخاف منها في العلاقات في البداية. يعني لو حد لسه بيقرب ولسه بيتعرف ولسه في مرحلة اللفلفة كده زي ما بيقولوا في الأول، فبيتخاف منه، فممكن مش سهل قوي ان اي حد ياخد الريسك ويقرب. مش اي حد بي بي عارفين لما تحس ان انت داخل بيت الاسد؟ بالظبط، هو برج الاسد كده، كانك داخل بيت الاسد. فاللي عنده شجاعه بقى وجرأة هو اللي هيدخل. اللي بيخاف، اللي جبان، او اللي بيخاف من الشخصيه القويه، او عنده ما عندوش ثقه في نفسه، او عنده مشاكل بقى وعقد او كده، هو الشخص اللي بيحاول ما يقربش، ما بياخدش الريسك. لكن انت لو دخلت في علاقه مع برج الاسد او قربت او خدت الريسك و... وخلاص وارتبطتوا، هتلاقي شخص بجد حنين جدا. هو عنده شويه مشاكل، عنده حب تملك، بيحب يفطس اللي بيحبه، ما بيحبوش يعمل اي حاجه غيره، ما بيحبوش يكلم غيره، ما بيحبوش يعمل اي حاجه في الحياه بعيد عنه، وبيحب يبقى عارف كل تفصيل عن حياته وكل الحاجات دي. بس الاسد برضو جميل، يعني بروتكتيف قوي. الناس هتفتكرني والله برج الاسد، بس لا، انا مش برج الاسد. بس انا بشوف ان برج الاسد فعلا من الابراج اللي مظلومه. الناس كلها بتقول عليها مغروره، الناس كلها بتقول عليها نرجسيه، انانيه، ما بتحبش غير نفسها، وكلام كتير قوي 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 بيتقال على برج الاسد. هو بنسبه موجود، عشان ما بقاش كدابه، بنسبة موجود، بس لما بيحب صدقوني بيبقى بني ادم تاني، بيبقى طفل. طفل بجد، بيحب الشخص اللي معاه ده يبقى طول الوقت قريب منه، يحميه، يدافع عنه، بجد. لا، وبيبقى مضحي جدا. يعني الاسد لو حبك بجد، بيبقى مضحي بشكل انتوا مش متخيلينه. يعني بيبقى طول الوقت عايز يعمل اللي بيحبه ده، اي حاجه تفرحه، اي حاجه في الحياه ممكن تفرحه. ايه تاني ابراج حظها قليل في الحب؟ برج الجدي. برج الجدي من الابراج برضو اللي حظها قليل في الحب، لانها جد قوي. يعني هو على فكره جد ده مش معناه ان هو هو دمه خفيف جدا. يعني هو من الناس اللي بتحب الهزار وبتحب الضحك، وي وي وي، بس هو واخد الحياه شويه علاقاته جد. اما يدخل في علاقه لازم يكون مفكر فيها كويس قوي، لازم يقعد بقى بيقعد وقت طويل قبل ما ياخد قرار ان هو يدخل في علاقه. مش سهل ان هو يرتبط، مش سهل ان هو مشاعره تتحرك ناحيه حد. هو بيحب كل الناس ويضحك ويهزر ويخرج واصحابه وكل حاجه، بس في العلاقات مش سهل يحب، يعني بيحب بصعوبه قوي. فممكن الطرف اللي معاه يزهق. يعني ممكن الشخص، احنا اتنين لسه متقابلين ولسه بنتعرف على بعض وكده، فتلاقيه هتعترف لا، هتعترف لا، طب مع السلامه. فحظه مش الطف حاجه في الحب. بيشوف العلاقات من وجهة نظر مختلفة. عايز العلاقات طويلة، عايز العلاقات جد، عايز جد من الأول. يعني هو من أول ما هيبدأ العلاقة هو عايزها جد، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يلا نتجوز. ف... ففي ناس بتتخض، في ناس بتخاف، في ناس ما بتستحملش لحد الآخر. المهم، فده بالنسبة لبرج الجدي. ايه تاني أبراج حظها زي حالاتي كده قليل في الحب؟ برج الميزان اللي هو برجي. طيب الميزان ليه حظه مش حلو في الحب؟ هقول لكم. الميزان عنده مشكله كبيره جدا. الميزان بيحب وبيحب جدا، ولما بيحب حد بيدي قوي، يعني بيبقى معطاءه بيبقى اهبل يعني بيبقى عبيط بجد. يعني هو شخصيه في الحقيقه، شخصيه مفيش زيها، وجامد وصاحب صاحبه واستشاري علاقات، يعني بيدي الناس كلها نصايح وزي كده. يعني خدوني مثل، ابان ان انا شخصيه جامده وبتاع وهكذا. بس وانس ان هو يحب او يتعلق بحد، خلاص شكرا بس كده. فدي مشكله الميزان. هو بقى في الحاله دي، يعني لما بيحس ان هو ممكن يدخل في علاقه يضعف، او يكون الطرف التاني اقوى منه في العلاقه، بيحب اكتر من الطرف التاني. يعني لما احس ان انا مثلا داخله في علاقه انا هبقى فيها الطرف الاضعف، او انا هبقى فيها بحب اكتر، لا، ابو الحب ادوس على قلبي بالجزمه وانهي العلاقه ما كملش. فدي مشكله عند برج الميزان. هو عشان كده علاقاته معظمها ما بتبداش عشان تكمل اصلا. حظه مش حلو في الحب، لان هو بيحتاج عشان يدخل في علاقه يكون حاسس بامان،
حاسس ان ضعفه ده مش هيتاخد ضده، حاسس ان هو مش هيتداس عليه، مش محدش هيستغله. طبعا الميزان ملك العدل، فمعظم علاقاته بينهيها من قبل ما تبدأ. يعني ابعد عني وريحني بدل ما اكمل معاك وتوجع قلبي. فده منطلق برج الميزان، بيخاف جدا على مشاعره، بيخاف جدا على قلبه، بيخاف يدخل في علاقة وتطلع فاشلة، فحظه مش قد كده. مين تاني ابراج حظها وحش في الحب؟ ممكن شوية برج الحمل، لان برج الحمل برضه اندفاعي قوي، فبيدخل في علاقه من غير ما يفكر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم يلا نرتبط. عنده مشكله ان هو مشاعره بتطلع قوي بس بعد شويه بيزهق. يعني ممكن النهارده احس ان انا بحب الشخص ده جدا جدا جدا، وبكره انا مش طايقه ومش عايزه اكمل معاه. ليه؟ المشاعر اللي كانت طالعه ومتدفقه دي هديت، فبدات اشوف العلاقه بشكل تاني. الميزان عشان العلاقه تكمل او حظه يخدمه يعني والعلاقه دي تكمل، لازم تفضل العلاقه طول الوقت ups and downs، يعني طول الوقت في حاجات بتحرك مشاعره. بكره مشاعري بردت يحصل حاجه تقوم مسخناه، غيره بقى. يعني لو انت بتحب حد من برج الحمل خليه يغير، استفز غيرته كده من بعيد لبعيد، ما تافورش عشان ما يدكش على دماغك، لان الحمل غبي. بس لازم يبقى في حاجات بتحركه كده من وقت للتاني، حاجات تشعل النار الغيرة. طيب الابراج كمان اللي حظها مش قد كده في الحب، برج الدلو. برج الدلو حظه مش الطف حاجة في الحب، لانه اساسا ما بيقولش لحد ان هو بيحبه، ودي كارثة كارثة. برج الدلو ما بيعبرش عن مشاعره، هو طول الوقت بيقول كلام حلو بس مش لحبيبه. بيقول كلام حلو، بيجامل الناس، بيلطف ويعطف مع كل الناس. مش قصدي بحاجة وحشة، قصدي ان هو شخص بيعرف يقول كلام حلو، لكن لما يجي الموضوع عند مشاعره، لما تكون حاجة حقيقية، صنم بقى صنم، لدرجة ان الشخص اللي قدامه بيفتكر ان هو بارد، هو ما بيحبنيش. هو ليه ما بيحسسنيش ان هو بيحبني؟ ليه ساكت؟ ليه متجاهلني؟ هقولك ليه. لان الدلو بيخاف على مشاعره، بيخاف يبين لحد ضعفه فيستغل ده، بيخاف حد يدوس عليه، بيخاف حد يأذي مشاعره، فما بيقولش. يعني انا خايف ان انت لما تعرف ان انا بحبك تدوس عليا، فمش هعرفك ان انا بحبك. لوح بقى تلج، لوح تلج وانسى والله لو عملت ايه. يعني لو انا معاك بقى وغيرانه عليك وهموت ولا هتحس. لو انا مثلا بيقدر يتحكم، بيقدر يبين انه مش فارق معاه وهو من جواه بيغلي، بس انت تصدق ان هو مش فارق معاه. فدي مشكله عند برج الدلو، مشكله ان هو فعلا ساكت، بيحب ساكت، غيران ساكت، ما بيقولش مع انه في العادي كلامنجي جدا، لسانه بقى خلاص بيخرس. يعني لما يجي بقى يعبر للي بيحبه عن حبه او كده بيخرس، شكرا، بيبلع لسانه. بربنت مع أمة لا إله إلا الله، وعند الشخص اللي بيحبه لوح تلج، صنم، ما فيش، ما بيفتحش بقه.